باذن الله 15 فيديو هنزله باذن الله عن القرع العسلي. تمام. وهقول لكم ان شاء الله في الشورتس باذن الله انا قطعته ازاي بمنتهى السهوله. جبت القرع العسلي كده، نجيب القرع العسلي ونعمله مكعبات كده ونقطعه. تمام. وبعد كده حطيه في التلاجة بالسكر بتاعه ليلة، هتتلاقيه صفى المية بتاعته. ده عشان مطلعاه من التلاجة يا جماعة، فما فك من التلج بتاعه طلع المية دي. انت بقى لو هتعملي طازة هتحطيه وحط عليه السكر وتعينيه في التلاجة. كوباية سكر كده على شوية قرع عسلي. تبع طبعا الحجم، انا مش راضيه اقول بقى الكميه قد ايه، لان طبعا انت ممكن تجيبي قرع عسلي واحده كبيره، واحده صغيره. تبع الحجم بتاعها. كيلو مثلا حط عليه نص كيلو سكر ان شاء الله، يبقى كيلو قرع عسلي هتحط عليه نص كيلو سكر. اللي متحبش بقى السكر الكتير قللي شويه. تمام. طبعا المربى هنعملها لا اما مكعبات بالمنظر ده وهنحطها على فيها سكر ونسيبها على النار. لو انت مستعجله سيبها على النار وتستوى مع السكر. لو انت مش مستعجله هسيبها لتاني يوم، هتتلاقي الميه صفت كده والسكر داب، وما شاء الله تتلاقيها نزلت الميه بتاعتها كده، هتوطي عليها وتسويها. خلاص كده بقت مربى مكعبات. طيب لو اولادك بقى عايزين المربى اللي هي اللي بتشرى، اللي بتبقى عامله زي الميه ديت كده بس بتبقى متماسكه شويه، مفيش فيها قطع، بتبقى سايبه خالص. هنعمل ايه؟ هتفرميها في الخلاط. دي طبعا دي كميه كنت عاملاها بعد كده. دي بقى اللي هنعمل بها ان شاء الله ال 13 اكله ان شاء الله. كل شويه هناخد منها حبه ونعمل اكله، هناخد منها حبه هنعمل اكله. ده سكر وقرع عسلي استوى مع بعضه على النار. تمام. هاخد منهم حبه كده بالمنظر ده، حبه قرع عسلي بالمنظر دوت. خلاص استوى في السكر بتاعه والدنيا تمام وما شاء الله، هو مفيش فيه ميه كتير، خلاص اتبخرت، ولا حطينا عليه نشا ولا حطينا عليه حاجه، هو سكر واستوى فيه بس. خدت حبه كده وفرمتهم. ده اللي هيبقى المربى يا جماعه، اللي هي عامله زي الميه دي اللي هي السايله. هنجيب جيلاتين عشان تمسكها شويه بعد ما فرمناها في الخلاط، وهنحط الجيلاتين كده عليه ميه لما يفك ويبقى سايح علشان يمسكوا زي النشا كده. الناس اللي ما عندها جيلاتين تحط نشا، بس بصراحة الجيلاتين احسن، بيمسك اكتر، واللون ما بيروحش، اللون ما بيغيرش، ما بيفتحش، لا اللون بيثبت خالص زيه زي ما هو بالظبط. لكن لو حطيتي مهلبية اللون بيفتح شوية. خلاص ماشي. حطيتي نشا، هقعد اقلبها كده لغاية ما تتماسك مع بعضها وتعمل فقاقيع كده، اتغلت واستوت خلاص، وتلاقيها مسكت في بعضها وجمدت زي المهلبية واكتر من المهلبية كمان. تمام. ده جيلاتين اهوت. خلاص وهنقلب. دقتيها السكر حلو بتاعها تمام، حسيت ان هي عايزه سكر شويه كمان، حط لها حبه سكر كمان وقلبي عشان السكر ما يبانش خالص. وهنسيبها تبرد وهنحطها بقى لا في علب لا في الاطباق تقديم زي ما انت عايزه. كده خلصنا المربى النوعين، المكعبات وكمان المفرومه في الخلاط. تمام. شوفها بالمنظر ده حلوة جدا وسمكها جميل جدا. دي المربى السائلة. هنعمل بقى الأكلة التالتة. هنجيب مية وهتتغلى كويس جدا جدا وهنحط فيها مكرونة، علشان هنعمل قرع عسلي بالمكرونة. برضو المكرونة هعملها نوعين زي برضو القرع العسلي المربى اللي كانت في الأول. هعملها مفرومة وهعملها كمان إن شاء الله تحسي بطعم المكرونة وتحسي بطعم كمان القرع العسلي. تابعوني بذكر الله عشان اقول لكم انا عملت ايه. بعد ما استوت كده المكرونه بالمنظر ده، هتحط اللبن علشان يبقى طعم المكرونه فيها لبن كده. اللبن حطيته بوشه بخيره، وهحط تاني. حسيت برضو ان اللبن قليل والمكرونه كتير. زي ما بتعملي المكرونه باللبن زيها بالظبط. انت عارفه بتحط قد ايه لبن وبتحط قد ايه مكرونه، يعني كبشه مكرونه كده على لتر لبن، كبشه في ايدك كده. هنحط بقى كمان القرع العسلي اللي احنا مسوينه في اول الفيديو. في المرحله دي يا جماعه مش هحط سكر، واللي بيحب الحاجه المسكره حط حبه سكر بس. القرع العسلي انا مسويه في سكر، فمش مستاهل، هيبقى مسكره قوي 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 لو حطيت سكر دلوقتي. حط رشه فانيليا
عشان يبقى ريحته وطعمه جميل. طبعا قلبي كل الحاجات دي لما تستوى وتحس ان هو ايه بقى متكتل كده شوية في بعضه من كتر الغلية والبخار طلع كل السوائل اللي فيه. حسيتي كده ان القرع العسلي قليل، حطي زودي حبة كمان. كل ده تقليب تقليبة علشان ما يلزقش المكرونة، ممكن تلزق تحت. ممكن تعمليها بالمنظر ده مكعبات قرع عسلي. ممكن هنعملها بطريقة تانية، ان القرع العسلي والمكرونة ما يبانوش خالص. تمام. هنحط هنا، انا حسيت ان الحلة صغيرة جدا، جبت الحلة الكبيرة وحطيت فيها وهقلب برضو. وهحط نشا، حط نشا، قلبي شوية نشا في مية وحطيهم عليها علشان يتكتل كده وتمسك في بعضها اكتر واكتر. ده كده القرع العسل هيبان والمكرونة هتبان، هتاكليهم هتحسي بطعمهم. طيب الناس بقى اللي ما بتحبش القرع العسل ولا بتحب المكرونة، هنعمل ايه؟ هنعملها برضو في صينية تانية. هنفرم كل الحاجات دي في الخلاط. تابعيني كده عشان اوريك انا عملت ايه. دي اول صينية يا جماعة مكرونة هيت بالقرع العسلي صحيحة. اول حطينا السمنة، بطلنا كل الصينية بالسمنة، وبعد كده حطينا القرع العسلي والمكرونة. حلوة جدا ومفيدة جدا ولونها في التحمير روعة، حلوة قوي قوي، هتعجبكم. القرع العسلي مفيد جدا يا جماعة. اعملوا سيرش في جوجل واعرفوا فوائد القرع العسلي، هتدمنيه. حطي بقى سمنة على الوش وحطيها في الفرن. هنجيب برضو لبن، هنعمل صواني تانية. ده اللي بتحب القرع العسلي القطع بالمكرونة. لكن الصواني الأولى لو هتحبي تفرميه، وبعد ما تفرميه تحطيه برضو في الصينية وتحطي عليه السمنة وتحطيه في الفرن. دي الناس اللي بتحب القرع العسلي في اللبن، يعني تحبه. أنا عايزة أحس بطعم القرع العسلي بس، مش عايزة عليه مكرونة ولا عايزة عليه حاجة، يبقى هتحطيه بالمنظر ده. القرع العسلي بعد ما سويناه في السكر هتجيبي اللبن وتحط عليه القرع العسلي بالمنظر ده وشوية فانيليا، وخلاص على كده، وتسيبيه يستوى. بس حطي الفانيليا في الاخر خالص، ده هتحسي بطعم القرع العسلي فقط. بس اللي بيحبوا القرع العسلي بس مش عايزين عليه اي اضافات، سويه في اللبن وخلاص على كده. وحطيه في صواني، والصينية متبطنة بالسمنة، وحطيه في الفرن. هيبقى روعة وهتحسي فعلا القرع العسلي بس. اهم حاجة عندي في كل الاكلات اللي انا عملتها دلوقتي في القرع العسلي، ما تشيليش ايدك من على النار خالص نهائي. ده ده النشا يا جماعة علشان ايه يتكتل ويطلع قطع. اللي بيحب تاكله كده بالمنظر ده من قبل من غير ما تتحمر، عادي حط في مطابق وكليها كده، والله تحفة وطعمها حلو. تمام. هتاكليها كده زي المهلبية بالقرع العسلي، تحطها في الاطباق وتقدميها، تحطي فوقها مثلا جوز الهند، مكسرات، فول سوداني، اي حاجة هتحطها على وشها في المطابق. تمام. شوفي كام اكلة بقى احنا عملناها دلوقتي، ولسه فيديوهات قادمة بالقرع العسلي تحفة، حاجات ما تتوقعهاش. وممكن بالمنظر ده بتحطي في الصواني زي ما انا قلت قبل كده. اهم حاجه تقلبيه وما تشيليش ايدك منه خالص الا ما يخلص سويه وتكتل زي المهلبيه، يبقى كده تمام. خلاص عمل الفقاقيع الهوا دي، البابلز ده خلاص، يبقى كده هي استوت. خلاص حطيتها في المطبق. هنجيب صينيه بقى والكميه اللي فاضله هنحمرها. يبقى احنا عندنا كده مهلبيه القرع العسلي وكمان القرع العسلي صواني. تمام. هنحط كده وهنفردها على العسل بدون مكونات، هتحس بطعمه، هو اللبن بس اللي اتحط والنشا، وطبعا كان مستوى في سكر. فسهلة جدا وجميلة جدا للناس عشاق القرع العسلي بدون مكونات. هجيب كمان الفرشة وهحط فيها سمنة وهبدأ ابطط عليها كده على اساس ان هي تاخد السمنة، ما تبقاش حتت متكتلة من السمنة في الصينية كده غلط. ليه؟ لان انا لو حطيت قطع
السمنه او الزبده على الوش، الحته بس دي اللي هتتحمر، اللي انت حاطه فيها السمنه المتكتله، حتى لو ساحت هتسيح حواليها بس ما هتتفردش كلها. لكن بالفرشه كده فردتي كل السمنه في الصينيه، هتاخد سوي واحد ولون واحد. تمام. هنشوف بقى احنا كنا عملنا ايه. عملنا ده المربى المكعبات والمربى المفرومه، دي كده طبقين اهوت، نوعين مختلفين، قطع ومربى عادية. تمام. عملنا القرع العسلي السادة اللي هو باللبن بس، وعملنا القرع العسلي بالمكرونة المفرومة، وقرع عسلي تاني مكرونة ما فرمناهاش ولا فرمنا كمان القرع العسلي. يبقى عندنا 3 صواني مختلفين، مكرونة ومكرونة مفرومة وقرع عسلي باللبن. 3 أنواع حلوين جدا، طعمهم حلو جدا ومميزين، كل صينية مميزة بحاجة، كل صينية مميزة بمكون، لا مفروم لا قطع، فحلوة جدا. وشكرا لكم.